قصة اليوم عن بنت كندية اسمها إليسا. اختفت بظروف غامضة بفندق مشهور بالجرائم، ولحد اليوم قصتها بقية اللغز مرعب. إليسا لان القصة الحقيقية يلي حيرت العالم. في فندق بأمريكا اسمه سيسل، من زمان معروف بسمعته السيئة، فيه جرائم وفيه انتحارات، والناس بتقول إنه مسكون. بس أخطر قصة صارت فيه كانت سنة 2013 لما بنت كندية اسمها إليسا لان نزلت بالفندق، وبعد أيام اختفت فجأة. الشرطة دورت بكل مكان وما لقت شي غير فيديو من كاميرا المصعد. الفيديو كان صادم. إليسا عم تتصرف بغرابة، تضغط كل الأزرار، تطلع وتفوت كأنها عم تهرب من شي ما منشوفه، وحتى عم تحرك إيديها مثل يلي عم يحكي مع حدا غريب. الفيديو انتشر بالعالم، وصار الناس يقولوا يمكن في شي يلاحقها. بعد أسبوعين نزل الضيوف يشتكوا إنه مية الفندق لونها غريب وطعمتها بشعة. لما الشرطة طلعت على السطح وفتحت خزان المي الكبير، لقوا جثة إليسا جوا. السؤال المرعب: كيف وصلت لهونيك؟ الطريق مسكر والأغطية تقيلة. هل فعلا انتحرت ولا في حدا قتلها وغطى الجريمة؟ القصة لهلأ بلا جواب، وبقيت لغز مرعب بيخلي فندق سيسل واحد من أكتر الأماكن غموض بالعالم. أنا ميرو. إذا القصة خوفتكن، الجاية رعب. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس لتعرفوا أول ما ينزل.